اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وتعالوا نعمل مع بعض الاكله التحفه دي. كان عندي شويه كبد على شويه قوانص مطرح. كل مره بجيب فراخ فبحوش منهم حبه. عملت حوالي بتاع ربع كيلو، فكنت عايزه اعمل الاكله دي، احنا بنحبها. رحت مشوحة الكبد القوانص الأول، وبعدين نزلت بالكبد شوحتهم الأول على النار بمعلقة زبدة صغيرة، وبعد كده نزلت ببصل وملح وفلفل وسبع بهارات، وشمي بقى أحلى ريحة وأحلى طعم. وطبعا حطيت الملح بتاعي وشوحتهم كده كلهم مع بعض، وبديهم حبة مية صغيرين، عشان انتوا عارفين القوانص بتاخد سوا شوية، وكمان هي كده كده بتكمل في الفرن. بس انا حبيت ان انا اسويها كويس كده مع البصلة، بحيث ان انا يعني ايه، يعني اخليها تبقى دايبة اكتر. فاهمين قصدي؟ يعني تبقى في البرام تبقى دايبة اكتر. المهم، خلاص ملحت الكبد والقوانص معايا والبصل وحطيت البهارات. تعالوا نعمل بقى احلى صينية بطاطس في الدنيا. بصوا، دول كانوا البطاطسات دول اللي عندي 5. جبتهم كده، قشرتهم وغسلتهم، وجبت فصين توم هبشرهم كده بالمبشرة على ايدي وانا واقفة، وجبت قرنين رومي ونص قرن حراق، عشان بس يعني البطاطس ما تبقاش حراق قوي عشان العيال طبعا. فحطيت نص قرن صغير حراق والباقي رومي. وجبت بقية البصل، انا كنت عاملة في الكبة بصل كتير، حبة للكبد والقوانص والحبة التانيين لصينية البطاطس. هنزل بقى في صينية البطاطس، هنزل يعني في الطاسة بالصينية بشوية البصل دول، وهنزل معاهم بقى بملح وفلفل وشوية سبع بهارات. ودعكي بقى البصل ده كله مع البهارات دي، وكلي احلى صينية بطاطس في الدنيا. بجد الناس اللي هي بجد بتعرف في الاكل وكده تعرف يعني ايه اللي انتي تمسكي البصل وتنزله العصارة والمية بتاعته مع البهارات، بجد بيدي ريحة وطعم يجنن. بصوا، انا كنت عمالة حرفيا يعني ادعك البصل كويس في ايدي لحد ما بقى ينزل مية معايا. وبعد كده بنزل بقى بالفلفل والثوم والحاجات اللي انا قطعتها دي. البشرة الثوم مع الفلفل برضو عايزه اقول لكم كان حراق قوي. وبعدين جبت البطاطس كده وقطعتها شرايح كده معايا. بصوا، هي البطاطساية ولا تخينة ولا رفيعة، متوسطة. يعني هوريكم سمكها دلوقتي. بصوا اهو، هوريكم سمك البطاطساية دلوقتي. عملت ال5 اللي كانوا عندي، هو ده حجمها بالظبط، اللي هي وسط كده. عملت احلى صينيه بطاطس في الدنيا. عايزه اقول لكم ان هي اتنسفت كلها. همسك بقى الخلطه ديت بقى، البصل والبهارات بقى والحبشتكنات دي كلها، واقلب كله مع البطاطس. وانزل بشويه طماطم، كان عندي شويه طماطم في الفريزر، رحت عصرهم كده زي ما هم من غير ولا نقطه ميه. بصوا، هي الطماطم ما كانتش حمرا قوي، يعني انا بالنسبه لي لما اتعملت على النار حسيت ان حمرها بان، يعني سبتها تسبك شويه احمرت. لو انت حابه تعززي الطعم، اللون مش الطعم، تعززي اللون شويه، حطي معلقه صلصه عندك او معلقتين لو بتحبوها حمرا قوي. طبعا انا هنا كان عندي علبه قشطه اللي هي وش اللبن، فخدت بقيته حطيته على العلبه. وهعمل بقى معمر، ويا عيني على المعمر في الكبد والقوانص، يا خرابي بجد على الجمال. جبت البرام بتاعي وحطيت كده شوية زيت من تحت، بيخلي الرز القعر بتاعه مقرمش كده. وعايزه اقول لكم بيحصل خناقه عليه بسبب ان كلهم بيبقوا عايزين ياكلوا الحته المقرمشه اللي من تحت. المهم، طبعا انا هنا حطيت الرز، وهنزل بشويه الكبد والقوانص بتوعي. بصوا، عايزه اقول لكم ان هم شويه حلوين والله، مش قليلين. بس كده كده حتى لو هم قليلين كفايه الرز المعمر وطعمه لوحده. وكمان كان عندي شوربه حمام، هقول لكم دلوقتي هحطها في البرام مع اللبن. هنا بقى كان عندي بقيه الرز الباقي بهارته ملح فلفل سبع بهارات، و بهرته بقى عشان طبعا ده ما كانش متبهر.
وهحطه على البرام بتاعي بس. وهحط زبدة، بس انا معرفش المقطع ده ما جاش معاكوا ليه، لكن انا والله حطيت زبدة على وش البرام لان ما كانش عندي سمنة فلاحي فحطيت زبدة. المهم يعني حطيت كده البرام الرز بتاعي بقيته، وهنزل باللبن. هحط كده كمية لبن محترمة. بصوا انا هنا حطيت حوالي كيلو الا ربع، حتى بصوا هتلاقوا ايه، بصوا البرام ده كبير. اللبن هتلاقوا بالمعلقة كده بعمل كمية لبن حلوة. ونزلت بشوربة حمام. لو فاكرين ان انا كنت عاملة من فترة من كام يوم كده حمام، فدي كانت شوربته. رحت حطاها بقى، ما اقولكوش على الطعم والدسامة والحلاوة، ما اقولكوش. خلاص كده خلصت، يلا بقى على الفرن. عملت بقى صينية البطاطس اهي على النار، كانت لسه ما خدتش غلوة. وادي البرام بعد ما طلع الرز بقى مخرفش من فوق بس دايب دوب من جوه. وادي صينية البطاطس اهي، يا عالجمال والطعامة والريحة ما اقولكوش. والرز اهو، بصوا هو مقرمش من فوق لكن والله دايب دوب من جوه. الرزاية بوحدتها بس دايبة دوب. وده كان اكلنا، وده كان فكرتي النهاردة في الغدا. يا رب يكون الفكرة عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.